لكن دول عندهم مدرسة اللي هي مدرسة إن هو يحسن حديثا أو يضعف حديثا بالعقل. يعني مثلا واحد من كام يوم كاتب مقال حديث الذبابة فوق حديث العقل، ومسك حديث الذبابة أنا مش عارف هو معترض على المتن ولا معترض على السند، أهو ماشي تلويش إنه عقله مستقبح إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. طب نرد إزاي على دول فضيلتك؟ المسألة ببساطة شديدة، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فكلوه. ما قالش كده. أنا نفسي بتستخذر لو الذبابة نزلت في البتاع أنا مش هاكل الأكل. تمام؟ فلم يوجب عليه الأكل، إنما أوجب عليه الغمس. نعم. ففي فرق بين الاثنين. والله إن طابت نفسك فكل، لم تطب نفسك خلاص أنت حر. في بني آدم نفسه حلو. تمام؟ نعم. في بني آدم نفسه كويسة زي ما أنت كويسة. نعم. وبياكل. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. نعم. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وفي الرواية الثانية قال فإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء. نعم. تمام. أنا مش هقول لك الألمان واللي مش عارف إيه الكلام ده عشان إيه، يعني طبعا في ناس لا وفي ناس لما يقول لك الألمان والكلام ده يعني إيه، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم. يقول لك إذا الخواجة قال يبقى الكلام 100% صحيح، الرسول قال يبقى مكذوب على الرسول. نعم. تمام، لأنه ما يقدرش يقول يعني ما نصدقش النبي إلا إذا وثقوا الألماني. بالظبط كده. نعم. تمام، في ناس كده. نعم. فإحنا نرجع لمتن الحديث. إذا سقط الذباب أو وقع في إناء أحدكم فليغمسه، ولم يقل فليأكله. نعم. ممكن يا أخي أنا راجل زي ما كنت فقير وجبت أكلة بشتهيها من زمان. نعم. وقعد فيها دبان. نعم. تمام، ونفسي حلوة زي ما أنت بتقول. إيه اللي يضرني إن أنا أكلها؟ لكن افترض أنا نفسي قرفانة مش قادر أكل. محدش جبرك إنك مفيش حد جبرك إنك تأكل. فبكل أسف مفيش توجيه من النبي كده يعني. جعلوا الأمر في الأكل مش في الغمس. نعم.